السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم معنا في قناتكم قناة عين على العالم، والتي تأتيكم بكل ما هو جديد. متابعينا الأوفياء، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية إن شاء الله تعالى. وبدون إطالة، اليوم جئناكم بفيديو جديد سأخبركم من خلاله بخبر سنسعد به أفراد الجيش الوطني الشعبي، وعلى وجه الخصوص متقاعدي الجيش الوطني الشعبي الذين قاموا بدفع ملفات على مستوى النواحي العسكرية التابعين لها من أجل القرض المالي المقدر ب20 مليون سنتيم لفئة صف الجنود، و30 مليون سنتيم بالنسبة لفئة صف الضباط، و50 مليون سنتيم بالنسبة لفئة الضباط. فألف مبروك لهذه الفئة، فبإذن الله تعالى ستصب هذه القروض ابتداء من هذا الشهر إن شاء الله تعالى، ولهذا فراقبوا حساباتكم من اليوم 20 من شهر فبراير الجاري إن شاء الله تعالى. إخواني أخواتي، انبسطوا أكثر. هذا بالنسبة للسلفية للناس اللي دفعت الدواسة. الناس اللي دفعت الدواسة كاين اللي عنده عامين، كاين اللي عنده عام ونص، كاين اللي عنده عام. المهم الناس اللي دفعت الدواسة بربي إن شاء الله لوفا هذا 20 في الشهر، هذا من 20 في الشهر إن شاء الله طلع فيها، يعني الناس بزاف رايحين يستفادوا من السلفية هذه المقدرة ب20 مليون و30 مليون و50 مليون سنتيم كل واحد والقراض نتاعو. ربي إن شاء الله من لوفا هذا بإذن الله تعالى، يعني راح يمدوا الناس بزاف الخطرة هذه، فهمتوا؟ ولا تخلفت حاجة قليلة تخلف للشهر الجاي بإذن الله تعالى. يعني الناس بزاف راح يستفادوا بإذن الله تعالى، فهمتوا خاوتوا؟ هذه بالنسبة للسلفية للناس كامل. نهار كامل تسقسي على السلفية، باه ما كان لا تزيدوا تسقسيو على السلفية. ربي إن شاء الله استناو من لوفا هذا إن شاء الله، واللي ما داش لوفا هذا إن شاء الله الشهر الجاي بإذن الله تعالى ويسك راح يصفيوها نهائيا ونتهناو من المشكل هذا بإذن الله تعالى. فهمتوا خاوتي؟ بإذن الله تعالى خاوتي، راهي الدولة نتاعنا ماهيش نساتنا، الدولة نتاعنا راهي تخمم المسؤولين، راهم يخمموا علينا، والحمد لله. هاي الريكلاج هذا راه جاي حبة حبة بإذن الله تعالى، كل حاجة ووقتها. فهمتوا خاوتي؟ ماذا بك من السؤال هذا ما كان له نزيد نشوف. هذه نقطة مليحة بربي إن شاء الله، ولكن كاين نقطة ثانية. النقطة الثانية اللي ماهيش مليحة لا خاوتي. واش هي النقطة الثانية اللي ماهيش مليحة؟ بالنسبة لمتقاعدي الجيش ولا الناس اللي خدامة، الزوجات نتاعهم، زوجات متقاعدي الجيش ولا زوجات العسكر اللي خدامة، النساء نتاعهم اللي يستفيدوا من منحة البطالة. كاين نساء راهم يستفيدوا من منحة البطالة. خاوتي هذه راهي ماهيش قانونية. لما انت راك مسوري والمرأة نتاعك مسوريها معك، سما ما عندهاش حق في الاستفادة من منحة البطالة، على خاطر راك تخلصها بالدور إن شاء الله. فهمتوا خاوتي؟ يعني غدوة إن شاء الله راك تخلص واش استفدت الزوجة نتاعك من نهار اللي خلص منحة البطالة حتى ليومنا هذا تخلصها بالدور. كانوا يديو 1,300,000 الشهر، تخلص من هذاك النهار 1,300,000 حتى توصل لجانفي اللي هي 1,500,000. خطلعوا فيها 1,500,000. السنة يجمعوا لك كلش وتخلصوا كاش. وإذا ما خلصتوش كاش راك تفوت يا خويا ولا يا اختي للعدالة. فهمت؟ الدولة نتاعنا خوتي راهي ما تظلمش وتمد لك الحبل، بصح كي تحكمك راك تخلص بالأولى بالتالية. فهمتوا خاوتي؟ يعني أي واحد
الزوجة نتاعو سواء كان عسكري خدام ولا متقاعد الجيش، الزوجة نتاعو تستفيد من منحة البطالة، ماذا به يصفي روحو ويخلصهم كاش من نهار بدون ما يحسبوا له شحال جات الطوطه، يخلصهم كاش، واذا ما خلصهمش راح يفوت للعداله. فهمتوا خاوتي؟ هذه النقطه راهي ماش مليحه، نقطه سلبيه. والدوله نتاعنا كما قلنا خاوتي راهي ما تظلمش، راهي تخمم علينا على كبيرنا وصغيرنا، من اقل درجه الى اعلى درجه، من اقل رتبه الى اعلى رتبه. فهمتوا خاوتي؟ متابعينا مشاهدينا، والله العظيم غير الموت شفتها قدام عينيا، يعني عاود تزيد طيح تبريض، يعني من الخميس والجمعة والسبت والحد بديت نتعافى شوية إن شاء الله. الحد اليوم الاثنين لاباس، واش هو راني بالدواء إن شاء الله تعالى، رانا نتعافاو بشوية والحمد لله. دعواتكم إن شاء الله تعالى لعل وعسى تفيدنا إن شاء الله. ربي يجيب لنا الشفاء لنا والمؤمنين أجمعين. متابعينا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه، ولتساؤلاتكم اكتبوا في التعليقات. سلام.